بعد الضرايب أنا باشوف إن معظم المرتبات قريبة من بعض. ده صح والّا غلط؟ ما فيش فروق كبيرة، ده بالفعل فعلًا، ولكن بيكون برضه الفروق مش كبيرة أوي ولكن هو بيميّز اللي درس دراسة جامعة عن اللي درس Ausbildung. يعني بس مش هتلاقي الفروق الكبيرة مثلًا إن حد مثلًا بياخد في إيده 10.000 يورو وحد بياخد في إيده 2000 يورو، غير بعد خبرة كبيرة أوي بقى وواحد لسه متخرّج والتاني ده شغال بقى له 30، 40 سنة، فالموضوع بيختلف تمامًا. فكون هو هنا هي دي النقطة بقى اللي بتخلّي فيها عدالة اجتماعية. كله في ليفل واحد، حتى لو كنت شغال ايه، شغال بقى مهندس، شغال دكتور، شغال ممرض، شغال صيدلي، شغال اسنان، هتلاقي كله هنا في ليفل واحد. والعداله الاجتماعيه هنا كله بعد خصم الضرايب هتلاقيه في شريحه واحده كده. في ناس غنيه وفي ناس بتاخد مرتبات عاليه طبعا، وفي ناس بتاخد مرتبات عاليه جدا قوي بس مش الكتير. هتلاقي معظم الشعب في ليفل واحد وفي طبقة واحدة كده، في عدالة اجتماعية. هو مقسم لك مرتبك على أساس الأكل والشرب الكويس، السكن النظيف، إن أنت تطلع رحلة بيه آخر السنة كويسة تلف بيه العالم. معظم الناس بتبقى كده، ومعظم المرتبات فعلا بعد الضرايب بتكون قريبة من بعض. في اختلاف، في اختلاف، ما اقدرش اقول لك ان كله بياخد زي بعضه، في اختلاف، ولكن الاختلاف مش فرق شاسع غير في حالات معينة، ويعني حالات شاذة كده وحالات معينة بس مش اكتر يعني. ما دون ذلك كله هنا في عدالة اجتماعية، وكل واحد فعلا انت ممكن تخش الماركت تلاقي مثلا ابن صاحب شركه BMW جنبك في الماركت بيشتري مثلا نفس الحاجه اللي انت بتشتريها. هي دي العداله الاجتماعيه، هو ده سبب التقدم اللي هنا، في عداله اجتماعيه وعدم تفرقه بين طبقات المجتمع. بس بالتوفيق ان شاء الله.